أسود الأطلس منتخب المغرب يفترس المنتخب الهولندي ليصبح الضحية الثالثة بعد البرتغال وإسبانيا في 2022. اليوم ضحية ثالثة المنتخب الهولندي، ولا عزاء للحاقدين، ولا عزاء للحاقدين. أثبتت المغرب بأنها بلد الآن أصبحت بخانة الجبال. لدينا المدرسة البرازيلية والأرجنتينية والبرتغالية. يوم المدرسة المغربية، جماهير مغربية الآن حول العالم. يوم أمس أنا هنا في أمريكا، كنت مع جماهير من كل جنسيات العالم مع المنتخب المغربي. أصبح منتخب لا يقل عن الكبار. أنا أريد اليوم من المنتخب المصري والجزائري يثبتون على أرضية الملعب. إذا استطاع المنتخب الجزائري أو المغربي عمل ولو 5% ما فعله المنتخب المغربي، كلنا سنقف معكم ونحن نريد ذلك. المنتخبات العربية خيبات أمل، دائما ما تخرجون بنتائج مذلة، نتائج مخيبة. المنتخب الوحيد، أنا شاهدت مباراة أمس وأنا حاطط رجل فوق رجل، أشاهد أسود الأطلس وأنا حاطط رجل على رجل. يعني تسيد، اكتساح، إذلال للمنتخب الهولندي. أكثر من 30 عام أنا أشاهد كرة القدم من لما كان عمري يعني 5 6 سنوات هكذا. لم أرى منتخب عربي يذل منتخب أوروبي بهذا الإذلال. يعني تحولوا. ما حصل يوم أمس أشبه بتلك العنكبوت التي يعني تحيك فريستها بالخيوط. هذا ليس أداء من المنتخب المغربي، هذا سحر، هذا إبداع، هذا جنون. اليوم تشاهد بعض المنتخبات العربية، على سبيل المثال مع احترامنا وتقديرنا لمصر، يعني فوز باهت على المنتخب النيوزيلندي وقاعدين يهللوا، حسام حسن عم بيبكي. منتخب نيوزيلندا يا أخي بالله عليك، في قارة ليقونيسيا أو ما أعرف إيش، لاعبوه ليسوا حتى محترفين كرة قدم، البعض منهم أطباء أو مدرسين وفي تجمع ويأتون. مع احترامي للمنتخب الجزائري وفضيحة المنتخب النمساوي، لكن يا جماعة اليوم المدرسة المغربية أيقظتنا، جعلتنا نعرف حقا أن هناك بالإمكان أن نصبح قوة عظمى. يا أخي المغرب اليوم، قلتها في بث مباشر قبل المباراة، قلت لن يسلم الطواحين الهولندية من مخالب وأنياب أسود الأطلس. فإذا بالمنتخب المغربي يثبت ذلك، اكتساح 70% من الاستحواذ، محاولات، أداء، بدلاء ينزلوا على أعلى قيمة، لا فرق ما بين إمكانيات البديل عن الأساسي. لاعبين بسن صغير جدا، 18 عام، 20، 23 عام. منجز المغرب في قطر قلتم صدفة. التتويج بطل افريقيا قلتم هذا تلاعب من الفيفا، بينما قواعد الفيفا واضحه، منتخب انسحب كيف ينسحب ويعود؟ هذه ليست حواري. وتوج المنتخب المغربي بطلا لافريقيا لان الله حتى معهم. واليوم في كاس العالم هنا اصبح نضج، ابهار. اليوم انتهت حقبه البرازيل وانتهت حقبه الارجنتين وانتهت الحقب هذه، وظهر لنا حقبه المنتخب المغربي. منتخب المغرب توج بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي العام الماضي. اليوم من هو المرشح الأبرز للتتويج بكأس العالم؟ المنتخب المغربي. البرازيل أداء باهت، إسبانيا لم تقنع، أرجنتين لم تختبر، البرتغال في توهان، المنتخبات لم تظهر. منتخب الوحيد الحصان الأسود للبطولة والمرشح هناك، يعني أداء بعمل جماعي بروح. اللاعب المغربي عم بيلعب كرة قدم بروح الشعب المغربي، بروح الجماهير. تشعر أن هناك طاقة تخرج من القلب من قبل اللاعبين مع الجماهير مع الإدارة مع الحكومة. منتخب المغربي حالة خاصة. لا أجد كلمات لأشكر المنتخب المغربي على هذه الفرحة التي آه، آه، يعني نشرها لنا نحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونغطي المباريات. إن شاء الله راح نكون معكم من هنا من نيويورك إلى المباراة النهائية، وسنحضر المباراة النهائية وسوف نكون شاهدين. وهو شرف لي أن أكون شاهد عبر التاريخ بأن لقب بطولة كأس العالم ذهبت للمرة الأولى ليس لإحدى دول الأمريكا اللاتينية أو الأوروبية، إنما لدولة جعلت من أفريقيا منبع للفخر، وعادت الأمة العربية والإسلامية هيبتها. إنها المغرب العربي، أسود الأطلس الذين أصبحوا اليوم يصفون الحسابات.
ما يفعله المنتخب المغربي هو تصفية حسابات لشرف الأمة العربية والإفريقية والأسيوية والإسلامية والقارة الشمالية. ويقول يعني المغرب الآن قاعد ليصفي حسابات المنتخب كامل، يعني سك سك سك، ولا على التعبير لا للبرتغال لا لإسبانيا لا لهولندا لا للبرازيل، سك. المنتخب المغربي سك. هذا جنون، هذا جنون. إذا أيها الإخوة الكرام، دعونا نحتفل ونفتخر بأسود الأطلس، هذا المنتخب الذي عاد لكل المنتخبات يعني هيبتها. ماذا عاد نقول؟ ماذا نقول؟ صف الحسابات. دائما ما كانت هولندا، إسبانيا والبرتغال وهذه المنتخبات تتباهى وتدخل وتسيطر وغرور، اليوم يعني ماذا أقول؟ ماذا أقول وماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون؟ عليكم أن تسكتوا خالص. حين يتحدث المغربي في هذه الحقبة عليك أن تسكت.